في الفيديو ده هقول لكم ازاي توصلوا لمرتب 15000 جنيه من الشغل في مجال الكول سنتر لو انت مستواك كويس في الانجليزي. فلو انت حد مستواك كويس في اللغة او حد بيذاكر مثلا انجليزي ومهتم ان هو يعرف ممكن يشتغل ايه باللغة دي، تابع الفيديو ده للنهاية. الفيديو ده يعتبر تكملة او جزء تاني من الفيديو اللي كنت صورته قبل كده، اللي هو كان عن تعلم اللغة الانجليزية وشرحت فيه ازاي اتعلمت انجليزي من الصفر لوحدي لحد ما قدرت ان انا اشتغل في بنك امريكي ككاستمر سيرفيس ايجنت. الحقيقه اغلب الكومنتس اللي جت على الفيديو ده كانت بتسالني ازاي لقيت شغل كول سنتر، ايه طبيعه شغل الكول سنتر، ازاي الاقي الشغل ده وفين الاقيه. فانا اعمل لكم الفيديو ده النهارده بكلمكم كده بشكل مختصر عن مجال الكول سنتر، ايه مرتباته، ايه مميزات انك تشتغل في الفيلد ده، ازاي تلاقي الشغل ده، ولما تلاقي الشغل ده ازاي تعدي من الانترفيو، ازاي لما تعدي من الانترفيو تنزل التريننج، ازاي تعدي التريننج، وشويه تيبس اند تريكس كده هقول لك عليها من واقع خبرتي العمليه في المجال ده. طيب في البدايه ايه هو اصلا مجال الكول سنتر وايه مميزاته؟ خليني اقول لك ان انا في الفيديو ده هتكلم عن مجال الكول سنتر الاوف شور، اللي هو بيكون اكونت اجنبي. يعني انت مثلا في مصر وبتشتغل في اكونت امريكي. الموضوع ده ببساطه عباره عن ايه؟ هو مثلا بنك في امريكا عايز 20 موظف، البنك ده لو عين ال 20 موظف في امريكا هيدفع لهم مينيمم سالاريز $2000. فعشان البنك ده مثلا يوفر، هو هيقوم نازل مصر او هيكلم شركه موجوده في مصر اللي هي شركه الاوت سورسنج اللي بنسميها شركه الكول سنتر، يقول لهم والله انا محتاج 20 موظف، وهيدفع لهم مرتبات $300. وطبعا العمله في مصر واقعه، ف $300 دول يعني تقريبا 15000 جنيه. فبالنسبه للشخص اللي في مصر ده هو المرتب بالنسبه له كويس جدا، وبالنسبه للشخص اللي في امريكا هو وفر مبلغ كبير جدا. طيب المرتبات في المجال ده بتتراوح من كام لكام؟ خليني اقول لك ان هو القصه كلها بتبتدي من عند الكلاينت. يعني لو الكلاينت ده طالب ناس مستواهم عالي جدا في اللغه، فطبيعي جدا مرتباتهم هتكون عاليه جدا. مثلا الكلاينت طالب حد مستواه C1، ده مرتبه مثلا مش هيكون زي كلاينت طالب حد مستواه B1. خلينا اديك برضو رينج للسالاريز. انا عايز اقول لك ان انا كنت شغال في الفيلد ده من سنتين، ومستواي في اللغه ما كانش اقوى حاجه ولا الاكسنت كانت اقوى حاجه، ورغم كده كان السالاري بتاعي بالكي بي ايز بالاوفر تايم بيعدي ال 10000 جنيه، وده كان من سنتين. فانا عايز اقول لك ان هو لو انت مستواك حتى متوسط وقدمت على شغل في الوقت الحالي، عادي جدا ان السالاري بتاعك يعدي 10000 جنيه. طيب ايه هي مميزات الشغل في مجال الكول سنتر؟ اول المميزات في المجال ده هو ان انت بتعمل فلوس كتيره مقارنة بوظائف كتير بتقعد سنين كتير تكتسب خبرة فيها عشان تاخد سالري مقارب للقصة بتاعت الكول سنتر دي. عايز اقول لك لو انت مثلا لسه طالب ولسه بتدرس في الجامعة وما عندكش اي اكسبيرينس، ممكن تاخد مرتب مثلا محاسب بقاله 10 سنين في الفيلد بتاعه. فهو مجال فيه فلوس قوية جدا، وزي ما قلت هو مناسب جدا للطلبة. يعني مثلا لو انت لسه بتدرس، مش معاك ورق الجيش، مش معاك شهادة التخرج، مفيش اي مشكلة. كل اللي هم بيكونوا محتاجينه منك ان انت بتعرف تتكلم اللغة اللي انت رايح تقدم عليها، سواء انجليزي، الماني، عربي، ايا كان. هي مش بتعتمد شهادات تخرج او جيش. في ميزه كويسه جدا في مجال الكول سنتر ده، وانا شخصيا استفدت منها بشكل كبير، وهي انها بتديك شويه سوفت سكيلز كده. يعني ساعات كتيره بتلاقي شغلانات نازله يقول لك عايزين حد بيورك اندر ستريس، عنده كوميونيكيشن سكيلز، عنده نيجوشيشن سكيلز. انا عايز اقول لك ان اكتر شغلانه هتنمي فيك المهارات دي هي الكول سنتر. تخيل انك بتقعد لمده 8 ساعات قاعد بتكلم كاستمر، بتتخانق معاهم، بتحاول تهندلهم، بتحاول توصل لارض مشتركه ما بينك وما بينهم عشان ما تختلفوش وتوصلوا لحل مناسب للطرفين. فانا عايز اقول لك ده بيديك شويه سكيلز قويه جدا هتنفعك في ايا كان الوظيفه اللي هتشتغلها بعد كده، او ايا كان ايه الكارير اللي هتكمل فيه. طيب ازاي تلاقي شغل في مجال الكول سنتر؟ خليني اوضح لك حاجتين مهمين جدا قبل ما نخش في قصه التقديم على الشغل وانك تدور على HR والقصه دي كلها، وهي حاجه اسمها البيزنس نيد. فاكر البنك اللي انا قلت لك في بنك امريكي مثلا محتاج 20 موظف، كلم الشركه اللي في مصر عشان تجيب له ال 20 موظف دول. الشركه اللي في مصر دي نزلت دلوقتي اعلان وقالت احنا محتاجين كاستمر سيرفيس ايجنتس لبنك في امريكا. الاعلان ده قدم عليه 50 واحد والبنك محتاج 20 واحد بس. هنفترض ان في 40 واحد من 50 واحد اللي قدموا مستواهم كويس في اللغه، بس الكلاينت عايز 20 بس، فهيضطر يقبل 20 وهيرفض ال 20 التانيين الكويسين برغم ان مستواهم كويس، بس هو مش محتاجهم. دي بوينت مهمه جدا لازم تخليها في دماغك وانت بتقدم على شغل الكول سنتر ده، لان انت هتترفض كتير جدا، وسبب الرفض هيكون مش ان مستواك مش كويس، بنسبه اكبر هيكون ان الكلاينت نيد خلاص مش محتاج كاستمر سيرفيس ايجنتس تاني، او مش محتاج موظفين تاني، لان مصر دوله كبيره جدا وفيها ناس كتيره جدا عايزه تشتغل. فبمجرد ما الاعلان يتفتح وناس كتير تبتدي تقدم، هتلاقي خلاص السيتس اتملت ومش محتاجين ناس تاني، وانت هتترفض. هتحس ان الرفض ده بسبب مستواك. فانا بقول لك لا، الرفض ده بسبب حاجه اسمها البيزنس نيد، فما تخليهاش تاثر على ثقتك في نفسك، واستمر وكلم HR اكتر. هي مجرد لعبه ارقام، كل ما تقدم اكتر كل ما نسبه قبولك في الشركه هتكون اعلى. طيب انت دلوقتي حد مستواك كويس في اللغه وبتدور على شغل،
تلاقي الشغل ده فين. هو في طريقتين انك تلاقي شغل كول سنتر. اول طريقه ان انت تقدم يعني على الشركه دي بشكل مباشر. هنفترض مثلا ان في شركه اسمها عبد الله اسامه للكول سنتر، انت هتقوم رايح للشركه دي البيج الفيسبوك بتاعتها وتخش تكلمهم والله يا جماعه انا بدور على شغل كول سنتر، هل موجود وظايف في الوقت الحالي؟ لو موجود هيبعتوا لك فورم او هيقولوا لك ابعت فويس نوت للاتش ار مثلا وبس، بروسيس هتمشي عادي بعد كده. بس مش ده المشهور اكتر. المشهور اكتر ان بيكون في مثلا الشركه دي محتاجه موظفين، فبتكلم الاتش ارز اللي موجودين في الشركه تقول لهم يا جماعه دوروا لنا على ناس تشتغل كول سنتر. فالاتش ارز دول بيخشوا جروبس اسمها كول سنتر في مصر، كول سنتر ان ايجيبت، حاجات زي كده. انا هحط لكم كام لينك في الديسكربشن بوكس عايزكم تبصوا عليهم. يعني هي الجروبس دي اللي بينزل فيها اعلانات الوظائف. فببساطه انت هتروح مثلا على بوست الاتش ار منزله وبيقول احنا عايزين موظف كول سنتر بمرتب كذا في مكان كذا، هتخش تكلمه عشان تختصر يعني الموضوع لو انت عايز تنهي معاه وما تفضلش كلام رايح جاي ما بينكم. اول ما تخش هتعمل فويس نوت بتعرف فيها نفسك، بتintroduce yourself، بتتكلم عن الهوايات بتاعتك، الخبرات السابقه لو في خبرات، تتكلم عن اي حاجه. هو من الاخر عايزك ترغي لمده دقيقه دقيقتين عشان يعرف انت مستواك كويس في اللغه وتقدر فعلا تميك conversation وتتكلم لمده كويسه ولا لا. ودي يعني يعتبر اهم حاجه في قصه انك تقدم على كول سنتر، لان من الفويس نوت دي هو بيقدر يحدد هل احنا هنبروسيد في الستبس اللي بعد الفويس نوت دي ولا لا. فمش عايزك تبعت اي فويس نوت انت غلطت فيها، اي فويس نوت حسيت انك متردد او متلجلج فيها، لان هو هيكسكلود الابلكيشن بتاعك او مش هيبروسيد معاك لو الفويس نوت دي مش كويسه. في بوينت مهمه جدا تخلي بالك منها في الكوميونيكيشن ما بينك وما بين الاتش ار قبل ما تخش على قصه الانترفيو. هو هيسالك هل انت عندك كوميتمنت لاي حاجه الفتره الحاليه، اللي هو من الاخر بيسالك هل انت عندك التزامات مثلا شغل دراسه امتحانات. اوعى 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 تقول له انك عندك امتحانات شغل اي حاجه. انا عايزك وانت بتتعامل مع الاتش ار انت شخص فاضي مش وراك اي حاجه في حياتك مستني السماعه تتحط على ودنك. اتعامل معايا بالاتيتيود ده. مجال الكول سنتر اهم حاجه فيه الوقت. من الاخر الكلاينت اللي بره ده بيدفع عشان الوقت بتاع الايجنت اللي هيقعده لابس السماعه وبيرد على مكالمات. فانا عايز اقول لك انك بتتحاسب على الدقيقه، فبالنسبه له عنصر الكوميتمنت ده مهم جدا. فانت اي لو عليك امتحانات الاسبوع الجاي قول له لا انا فاضي ما وريش اي حاجه. طيب انت دلوقتي خلاص عديت الانترفيو ونزلت التريننج. في حاجات في التريننج او النستنج بيريود او بروبيشن بيريود ايا كان مسمى القصه دي، هي عباره عن فتره بتكون مثلا من شهر ل3 شهور الشركه بتختبر فيها مستوى الكوميتمنت والالتزام بتاعك ومدى قوه البرفورمانس او الاداء بتاعك في الشغل الفعلي. ففي ناس بتعتبر ان الفتره دي خلاص هو كده اتعين في الشركه، لكن في الحقيقه هو ممكن يمشوه في اي لحظه بسبب ان البرفورمانس بتاعه مش كويس، بسبب ان هو مش بيحضر في مواعيد الشيفت بتاعته. فانا عايزك الفتره دي تمسك في الشغلانه بايدك وبسنانك، لان انت ممكن في اي لحظه يقول لك باي باي. احضر الشفتات بتاعتك في مواعيدها، خد البريكس بتاعتك في الوقت الصح وارجع في الوقت الصح، لان ممكن مثلا تيجي حاجه اصلا خارجه عن الشركه اللي انت شغال فيها. يعني ممكن الكلاينت يشوف البرفورمانس بتاعك انت شخص مش ملتزم فيقول للشركه لا مشوا لي الشخص ده مش عايزه معايا. فانت فتره البروبيشن بيريود دي اتعامل معاها انك فتره هي الفيصل في القصه بتاعت انك تتعين في الشغلانه دي او لا. في حاجه مهمه جدا برضو ليها علاقه بفتره التريننج بتاعك او فتره الاختبار بتاعت الشركه ليك، وهي ان انت تتصاحب على النستنج مانجر بتاعك او التريننج مانجر بتاعك. ليه؟ لان الشخص ده بيكون الفاينل ديسيجن ليه، او القرار النهائي بتاعت ان مثلا عبد الله يكمل ولا لا في الشركه بيكون راجع ليه، لان هو الشخص اللي شايف البرفورمانس بتاعك من اول ما دخلت الشركه لحد نهايه الفتره بتاعت البروبيشن او النستنج دي. فيعني من الاخر كده احنا كائنات بشريه، لو التريننج مانجر ده شايف ان البرفورمانس بتاعك مش احسن حاجه بس على المستوى الشخصي انت حد كويس معاه وهو شايف انك يجي منك، هو هيعديك وهيقول لا ده في بوتنشال للشخص ده وهيكمل معانا ومع شويه تريننج زياده هيخش الشركه. فحاول ان انت تخلي علاقتك بيه كويسه. طيب تعمل ايه لما تنزل برودكشن او يعني تنزل الشغل الفعلي وبقيت خلاص لابس الهيدسيت وبتاخد كولز بقى من الكلاينت اللي انت المفروض شغال لحسابه؟ عايز اقول لك ان اول حاجه المفروض تعملها هي انك تفكر ايه الستيب الجايه. انت بتهزر يا عبد الله؟ هو انا بعمل كل ده عشان افكر ايه الستيب الجايه؟ يعني واسمع مني الاخر. انت دلوقتي الكول سنتر دي شغلانه مؤقته، يعني حط لنفسك بلان كده انك باي حال من الاحوال مش هتكمل فيها اكتر من 6 شهور. في خلال 6 شهور دول فكر مثلا انك هتجمع فلوس، هتتعلم سكيل مختلفه، هتذاكر لمجال جديد. فكر ازاي هتخرج من الفيلد ده، لان انت لو استقيت فيه وخلاص رسيت على السماعه وما بنيتش لنفسك مستقبل في اي مجال تاني خلاص انت كده اتحكم. يعني مش عايز اقول كلام سلبي بزياده بس هو الاحسن ان انت من اول يوم في الشغل ده تفكر ايه الستيب الجايه او ازاي تستخدم الاكسبيرينس اللي انت هتاخدها من المجال ده which is كويسه جدا ان انت بقى تحطها في مجال تاني البوتنشال بتاعه اعلى وهيجي لك منه عائد اكبر.
طيب انت خلاص نزلت برودكشن وبقيت تستلم شغل او بقيت تاخد كودز، في مثل مهم جدا او يعني ستيتمنت او كلمه ايا كان يعني حابب تسميها ايه، هي اسمها put yourself in the customer shoes. بمعنى حط مكان الكاستمر اللي جاي لك متضايق ده. طب ليه؟ بص، الكاستمر ده هيجي لك متضايق جدا، متعصب جدا، بيشتمك، يعني في كاستمرز هيخشوا لك بيشتموك. فلما انت تحط مكان الكاستمر وتتخيل كده المشكله اللي هو مر بيها وازاي سيئه جدا بالنسبه له، يعني لو انت مثلا اشتغلت في بنك، الكاستمر ده مثلا اتاخد منه $50، فتخيل كده انت اتسحب منك 2500 او 3000 جنيه، هتكون حاسس ايه تجاه البنك بتاعك مثلا؟ فلما بتفكر بالكونسبت ده تلقائيا كده انت بتتعاطف مع الكاستمر، والكاستمر بيبتدي يتفهم ان هي مش مشكلتك، هو خلي بالك بيتعامل معاك اكنك الكيان اللي من وجهة نظره نصب عليه في فلوس. فلما يلاقي تعاطف جاي منك انت كبني ادم ومش عمال تدافع عن المؤسسة او الشركة اللي انت شغال فيها او البنك، خلاص يعني بيبتدي يحس ان هو لا، الشخص ده فاهم وحاسس باللي انا حاسس بيه، وهيبتدي ان هو يخف الهجوم بتاعه شوية. وده عايز اقول لك هيعلي ارقامك بشكل كبير جدا، هيخلي حاجات اسمها بروموترز او يعني تقييمات ايجابيه بتجيلك، ودي حاجات من الاخر بتديك فلوس اكتر وبتخلي ارقامك كويسه على الفلور. في شويه حاجات ليها علاقه بطبيعه الشغل نفسه، يعني مثلا انت الشيفت بتاعك بيخلص الساعه 6، هتيجي الساعه 5:59 بالظبط تلاقي كاستمر بيرن وداخل لك ومعاه مشكله هتاخد منك ساعه كامله بتحل فيها، وخد من ده كتير بقى. اللي عايز اقوله لك يعني اعتبرني جاي لك من المستقبل، ان الحاجات اللي بتحصل كتير في البدايه دي، المشاكل اللي بتحصل كتير في البدايه دي، هي في الاول مش هتاثر معاك، يعني انت هتمر بيها هتحس ان الموضوع قشطه عادي يلا نكمل. بس بعد مده كده، يعني بعد 3-4 شهور، اخر شهرين بقى اللي هو الشهر الخامس والسادس، لما مشكله من دول تحصل هتحس ان الموضوع انت مش طايقه. عشان كده انا قلت لك من اول يوم تحط رجلك في الشغلانه فكر ايه الستيب اللي بعد كده. يعني شغلانه كويسه جدا هتجيب لك اكسبيرينس، هتجيب لك فلوس، هتساعدك انك تخش فيلدز جديده، بس انت لو ما خططتش لنفسك ورسمت البلان دي لنفسك محدش هيرسمها لك، وهتستقر في الشغلانه دي لمده كبيره، ودي حاجه مش كويسه ليك ولمستقبلك. طبعا المرحله اللي هي من اول ما انت خلاص اتعلمت اللغه، او انت مثلا مستواك متوسط في اللغه ومش عارف انت كده ينفع تقدم للشغل او انت ينفع تنزل شغل اصلا ولا لا، يعني الفتره اللي هي بص اواخر تعلم اللغه الانجليزيه وما بين انك عايز تلاقي شغل، انا عايز اقول لك الفتره دي انا قعدت بتاع سنه كده فيها او 10 شهور بحاول ان انا الاقي شغل، ما بين بقى بقدم في انترفيوز وبترفض، ما بين ان انا بروح شركات وبشتغل لمده كبيره وما باخدش فلوسي، شركات نصابه يعني. فلو انا يعني هشرح لك الاكسبيرينس دي كلها بشكل عملي بحيث انت تستفاد منه، الفيديو ده هيطول مني جدا، يعني مستحيل الم تجربه سنه او 10 شهور كامله في فيديو 10 دقائق. يعني انا عايز اقول لك عشان ادي كل بوينت حقها، كل بوينت من البوينتس دي المفروض تاخد لها نص ساعه كده بتكلم وبحكي لك على الاكسبيرينس كامله وازاي تخلي بالك، فالفيديو ممكن يعدي ساعتين. فانا في شخص عمل لي كومنت الفيديو اللي فات هيظهر دلوقتي على الشاشه، هو كان بيقترح ان انا اعمل كورس مدفوع ويكون موجود فيه ريسورسز اكتر وحاجات عمليه اكتر وحاجات يعني تساعدك فعلا انك تلاقي شغلانه او تقصر المده اللي انت بتقعد تدور فيها على شغل، ما بين مستواك كويس وما بين انك تلاقي الشغلانه. فانا فكرت ان انا اعمل كورس بعنوان مثلا ازاي توصل لمرتب 15000 جنيه، وده مش هيكون كورس من زي الناس اللي هي بتتكلم في التريدنج، الناس اللي تقول لك الربح من الانترنت، دي حاجه حقيقيه وفعلا لو انت طبقتها مرتبك هيوصل 15000 جنيه ببساطه جدا ومن غير حوارات كتير. وفي الكورس ده انا هشرح لك بشكل عملي التجربه الواقعيه اللي انا مريت بيها، انا ممكن حتى يعني انفذ التجربه دي بشكل مماثل للتجربه اللي انت هتاخدها بالظبط. يعني انا هفتح مثلا الموبايل بتاعي، انا دلوقتي بدور على شغل، او واخدك مثلا في الجروبس اللي انا بدور فيها، دخلت الاتش ار، هسجل الفويس نوت اللي انا ببعتها للاتش ار عشان اجو ثرو الانترفيو، والاتش ار يقول لي انت مثلا جوت اكسبتد، فاهمني؟ يعني حتى ممكن الموضوع يوصل لدرجه من العمق ان انا هشرح لك البوينتس، يعني الفويس نوت اللي انا هعملها مثلا هتلاقي البوينتس انا مفصصها لك في الفيديو، بقول لك انا اتكلمت على كل بوينت من البوينتس دول ليه، بلس ان ممكن مثلا بعد كده خلاص انت خلصت الكورس بالكامل وحاسس ان هو فعلا المحتوى مفيد وانت جاهز انك تروح الانترفيو، ممكن اقدم لك مثلا حاجه فوق الكورس اللي هو انا هعمل معاك انترفيو. يعني تتخيل مثلا عبد الله ده اتش ار هيكون لينا مكالمه مثلا 10 دقائق مع بعض which is غالبا المده بتاعت الانترفيو، وبعد الانترفيو والله لو مستواك كويس هقول لك جو فور ات، خلاص روح قدم على شغل انت 100 100. طب لو مستواك مش كويس وفي حاجات محتاجه تتظبط، في حاجات انت صعب تشوفها في نفسك، لكن انا يعني انا مثلا شخص ولا اعرفك ولا انت تعرفني، كل ما بيننا ان انا بعمل لك الانترفيو بحدد مستواك وبشاور لك على نقاط الضعف، ويهمني جدا انك تتقبل في الانترفيو، فهديك فيدباك فعلا صادق جدا
وحاجات بوينتس هشاور لك عليها انك تبتدي تطورها في نفسك. فلما انت تعرف المشكله اللي موجوده عندك وتلاقي حد بيشاور لك عليها وبيقول لك ده اللي محتاج يتظبط، انا متخيل ان مستواك هيتحسن بسرعه كبيره جدا، هتلاقي شغل بسرعه كبيره جدا. يعني ممكن مثلا مده ال10 شهور دي تختصر في من اسبوع لشهر بالكتير وهتلاقي الشغل. بس انا مش عارف بصراحه لو انا عملت الكورس اللي انا تخيلته معاكم دلوقتي ده في حد هيكون مهتم بيه ولا لا. فانا هعمل حاجه زي تجربه كده، يعني انا هحط لينك تليجرام تشانل، يعني لو انت دخلت مثلا التشانل دي يبقى انت حد انترستد بالكورس اللي انا هعمله ده، فهبتدي في التشانل دي ابعت لكم تصويتات او اسئله بحيث افهم منكم ايه اكتر الحاجات اللي انتم محتاجينها في الكورس ده، بحيث ابتدي ابني الكورس بناء على الفيدباك بتاعكم. فلما انت تدفع فلوس في الكورس which is مش هتكون كتير خالص، يعني غالبا سعر الكورس ده هيكون اقل من بنطلون من لوكال براند، هتحس انك فعلا عملت انفستمنت كويس، اللي هو انت دفعت مثلا مبلغ بسيط جدا وبعدها بشهر شهرين خلاص انت بقى معاك وظيفه بتدخلك دخل لا يقل عن 9000 جنيه بس. فهتلاقوا اللينك موجود في الديسكربشن بوكس وبرده اللينك في الكومنتس، سواء هتخوضوا معايا تجربه الكورس دي ونبتدي ناخد فيدباك من بعض او هتذاكروا لوحدكم. انا بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا.